في رحلة التمثيل يمكن أكتر حاجة بتتسرق مننا هي تركيزنا. الدوشة حوالينا والزحمة اللي جوانا بتخلي الممثل يتوه قبل ما يبدأ. وعشان كده ستانسلافسكي كان دايما يقول: قبل ما تمسك الدور لازم تمسك نفسك الأول. اليوم سنأخذكم معنا في فصل جديد، فصل بيحكي عن قوة العقل وعن أول خطوة حقيقية في طريق الممثل: التركيز وفن إمساك الانتباه. قبل ما تطلع على المسرح لازم تتعلم أول مهارة في حياة الممثل، إنك تمسك عقلك وتعرف تركز. العالم حواليك دوشة، لكن الفنان الحقيقي بيخلق جواه هدوء، زي نقطة نور صغيرة وسط ظلام كبير. ابدأ بالدايرة الصغيرة، بص لقدامك لحاجة قريبة منك قوي، كرسي، قلم، أو حتى طرف قميصك. لما عقلك يتشبع بالشيء القريب هتحس إن التوتر بينسحب من جسمك ببطء. من هنا يبدأ تركيز الممثل. بعد ما تثبت نفسك كبر الدايرة شوية، بص للممثل اللي جنبك، جزء من الديكور أو قطعة أثاث في المشهد. ما تخافش من المكان، خليه جزء منك. هنا نخش للدايرة الكبيرة، المسرح، الإضاءة، الجمهور، كل ده بيخب. لكن لما تكون ثابت من جوه مش هتسمح لأي حاجة تكسر تركيزك. أنت اللي بتختار تشوف إيه، مش الجمهور اللي يختار لك. عارف أكبر غلطة بيقع فيها الممثل؟ إنه يبص للجمهور ويستنى حكمهم. اهرب منهم، ارجع للدايرة الصغيرة، ركز على اللحظة والمشهد والشخصية. ساعتها الخوف يختفي. الممثل لازم يعمل جواه حالة اسمها الصمت الداخلي. من بره ممكن تبقى الدنيا دوشة حواليه، لكن من جوه لازم تبقى بحر هادي. عمقك الداخلي هو سر تركيزك. لو في صوت شد انتباهك ما تجبرش نفسك تتجاهله، اعترف بيه وبعدين سيبه يمر وارجع لدايرتك. الممثل ما بيحاربش التشتيت، هو بيسيطر عليه. درب نفسك كل يوم، بص النقطة، حس بملمس شيء في ايدك، تخيل دايرة ضوء حواليك. التدريبات دي بسيطة لكنها بتبني عضلة التركيز، العضلة اللي من غيرها مفيش تمثيل. من غير تركيز لا في إحساس ولا صدق ولا فن. الممثل لازم يركز قبل ما ينطغي كلمة. انت مش واقف على المسرح بس، انت واقف جوه نفسك. ركز وهتعيش الدور بجد. كده نكون مشينا مع ستانسلافسكي من أصغر دايرة انتباه لأكبر تركيز جواه وجواك. التركيز مش رفاهية، ده الأساس اللي بيخلي الممثل يعيش الدور بدل ما يمثله. ولو قدرت تهدي الدوشة اللي جواك وتسمع صوتك الحقيقي، ساعتها بس هتعرف يعني إيه تمثل بصدق. استنونا في الفصل الجاي ورحلة جديدة من رحلة إعداد الممثل. لو المحتوى لمس قلبك، لو خلاك تفكر، لو ساعدك حتى بكلمة صغيرة، يبقى اشترك دلوقتي حالا علشان نقدر نكمل ونقدم محتوى أقوى. اضغط اشتراك، فعل الجرس، وخليك جزء من عيلتنا الجميلة. وجودك فرق معانا ولسه هيفرق أكتر.